فمسكت المنديل مسحت وشي. انا مسحت وشي. انا جايه النهارده اديكم عصاره خبرتي في يوم الفرح علشان ما تكرروش نفس الغلطات اللي انا غلطتها وقتها. بصوا، انا هبدا معاكم من الاول خالص، من قبل الفرح بيوم، لان بسبب قبل الفرح بيوم حصل لي حاجات ترتب عليها مشاكل يوم الفرح نفسه، او الغلطات والحاجات اللي انا ندمت عليها. اول حاجه، انا شقتي في محافظه وبيت اهلي في محافظه تانية، فاحنا المفروض ان احنا اتاخرنا حبه حلوين كده واحنا بنفرش، لان طبعا احنا بنروح من المحافظه دي نيجي المحافظه دي، فالموضوع طول مننا شويه واتاخرنا فيه شويه. فانا كان عندي اخر بروفا للفستان قبل الفرح بيوم، والفكره ان انا كنت وقتها لسه ما خلصتش شقتي اللي هي في محافظه تانية زي ما قلت لكم. فاحنا قلنا ان احنا هنروح نخلص الحاجات اللي لسه في شقتي اللي هي التاتشات الاخيره، وبعد كده هروح اقيس فستان فرحي. طبعا دي كانت اغبى حاجه انا عملتها في حياتي، ومش عارف اصلا ازاي جه الترتيب ده في دماغي. بس احنا كنا متخيلين ان احنا هنعمل حاجات بسيطه ومش هنطول، بس للاسف اليوم ده النور قطع فيه، ايام ما كان النور بيقطع ساعتين و3 في اليوم. فدي من الحاجات اللي اخرتنا. ده غير زي ما قلت لكم ان انا في محافظه تانية، فبرضه الطريق يعتبر شويه سفر رايح جاي، فاحنا طولنا. والفكره ان انا كنت في المحافظه التانية اللي هي في شقتي اللي انا فيها دلوقتي، كانت الساعه 9 بالليل او تقريبا الساعه 9 ونص او 10 حاجه كده، والاتelier بيقفل الساعه 11 بالليل. فانا البنت بتاعه الاتelier كلمتني قالت لي انتي فستانك لسه في حاجات المفروض تتظبط، واحنا خلاص هنقفل الساعه 11 وانت شكلك كده مش هتلحقي. وللاسف احنا تاني يوم بنفتح في المواعيد العاديه بتاعه الاتelier، وبرده مش هيبقى موجود حد يظبط لك الفستان بتاعك، فانت هتستلميه كده زي ما هو. طبعا عايزه اقول لكم ان انا جالي انهيار عياط. انا بقيت قاعده عماله اعيط، بس حرفيا ميته من العياط، ومش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. انا دلوقتي الفستان بتاعي هقفله عليه في الاتelier، ومش هينفع اجيبه النهارده، وبكره حتى بعد ما اروح اجيبه هو مش هيتظبط. يعني هو لو واسع عليا او في اي حاجه عليا انا هستلمه كده زي ما هو. فانتوا متخيلين عروسه مش هتظبط فستانها اللي هو اصلا اهم حاجه في اليوم. المهم وقتها ربنا الهمنا وكلمنا واحده قريبتي كانت قريبه شويه من الاتelier، راحت هي تستلم الفستان. وعملوا ايه بقى يا جماعه؟ شافوا بنت في الاتelier جسمها قريب شويه من جسمي، قيسوها هي الفستان وظبطوا الحاجات اللي المفروض تتظبط على جسمها هي مكاني. فانا بجد مش متخيله خالص. انا كل ما افتكر الموضوع ده بزعل جدا جدا جدا، بتصعب عليا نفسي، بحس ان انا عايزه اعيط. بس الحمد لله بعد ما استلمت الفستان قسته والحمد لله طلع مظبوط عليا، ما كانش في اي مشكله. نفس اليوم ده انا رحت اشتريت الكوتشي اللي هحضر بالفرح، لان طبعا مش بلبس هيلز خالص عشان اعرف بس اكمل اليوم بسلام. رحت اشتريت الكوتشي، ورحت اشتريت الطرحه اللي هي الطول دي اللي انا هلبسها تحت طرحه الفرح. الطرحه دي انا طبعا عشان ما كانش معايا الفستان وقتها، فانا اشتريت درجه قريبه شويه من درجه الفستان، لكن ما كانتش زي الفستان. ده اللي انا اكتشفته بعد ما خلاص قريبتي جابت لي الفستان وشفت المصيبه اللي انا عملتها. فقلت خلاص همشي نفسي، هعمل ايه، هلبسها. بس انا حسيت ان هيبقى شكلي وحش وان انا هبقى مبهدله. فتاني يوم اللي هو يوم الفرح رحت بدلت الطرحه اللي انا اشتريتها، او تقريبا ما بدلتهاش، انا جبت واحده تانية غيرها. واليوم ده يا جماعه كان يوم الجمعه، يعني انا فرحي كان يوم الجمعه، ما كانش اصلا في حد فاتح. بقيت ماشيه قاعده عماله بجري زي المجنونه في الشارع، عايزه اشوف اي مكان فاتح عشان خاطر اجيب منه طرحه مختلفه وتكون لونها قريب من لون الفستان. وطبعا اكيد مش محتاجه اقول لكم ان انا برضو فرحي كان في محافظه تانية غير المحافظه بتاعت اهلي، فانا خدتها جري رجعت تاني البيت. واحنا يا جماعه مكناش منظمين خالص للاسف. انا بجد يعني بفتكر التفاصيل بتاعت اليوم ده بجد بتزعلني جدا، بتعصبني شويه، بتخليني زعلانه شويه على نفسي. بس للاسف احنا مكناش منظمين خالص، لان انا اصلا حتى ما كناش عارفين احنا هنروح فرحي بايه. واحنا كان معانا ناس من قرايبنا وناس من صحاب مامتي كان المفروض ان هما جايين معايا، فاحنا مكناش عارفين احنا هنروح بايه، وما كناش متفقين مع عربيه ولا مظبطين مع اي حد خالص. فاحنا عقبال ما ظبطنا واتفقنا مع عربيه كانت تقريبا الساعه 2 الظهر، وانا الميك اب ارتست كانت
المفروض تجيلي الساعه 3 تقريبا، انا مش فاكره قوي المواعيد، بس تقريبا الميك اب ارتست معادي معايا كان يا اما الساعه 2 يا اما الساعه 3. واحنا عقبال ما ظبطنا مع عربيه ورحنا، احنا خلاص انا رايحه تقريبا الساعه 4، يعني تقريبا انا رايحه واصله هناك الساعه 3 وحاجه او الساعه 4. طبعا كانت الميك اب ارتست جت وقاعده مستنياني تقريبا من حوالي ساعه قبلها. فيترتب على كده ايه اول مشكله معانا، وهي ان انا ملحقتش اتصور بالنهار بسبب ان انا من قبلها بيوم يومي ما كانش منظم. لو كنت من قبلها بيوم مستلمه الفستان وعارفه لون الفستان، ايه ده الموبايل بيحتفل بيا لو كنت عارفه لون الفستان الدرجه بتاعته بالظبط كان زماني جبت الطرحه من قبلها بيوم، فما كنتش ضيعت وقت بالنهار اول ما صحيت. وبرضو لو كنت منظمه الدنيا انا واهلي بان احنا هنروح ازاي القاعة، كنا عرفنا نوصل في ميعادنا علشان خاطر اعمل الميك اب الاول بعد كده اتصور. فانا للاسف فاتني الفوتو سيشن بالنهار، انا متصوره بالليل. ده غير ان حتى الاوضه اللي انا جهزت فيها انا اهلي زينوها، وبرضو للاسف انا ملحقتش اتصور فيها، ملحقتش خالص. فانتوا اصح حاجه تصحوا بدري يا جماعه، تظبطوا يومكم، تبقوا عارفين انتوا هتروحوا القاعه ازاي، مين هيوصلكم، تظبطوا دنيتكم كلها بدري. يعني بجد لو تعرفي تخلي الميك اب ارتست تجيلك من الساعه 12 الظهر حتى لو فرحك الساعه 8 بالليل، اكيد هيبقى احسن بكتير ان انت مثلا تجيبيها الساعه 2 زي كده، تجيبيها الساعه 2 وانت تروحي لها الساعه 2. حتى انت لو رحتي في ميعادك هي اصلا عقبال ما تخلص لك ما هتخلص في ساعه او ساعتين، وعقبال ما تلبسي الفستان فانت برضو ممكن تلحقي الشمس، بس عارفين اللي هو على الحركرك، يعني من الاخر اللي هو انت بتلحقيها في الاخر خلاص الدنيا احنا داخلين على الغروب. فابداوا يومكم من بدري، ما تعملوش اللي انا عملته ده ابدا. خلوا الميك اب ارتست تجيلكم الساعه 12، اعملوا الميك اب، اتصوروا في الاوضه اللي انتوا بتجهزوا فيها علشان تلحقوا الفوتو سيشن بدري، لان انا بجد ضاع مني كميه فقرات. انا والله نفسي اعيد يوم فرحي عشان خاطر اعوض الحاجات اللي فاتتني دي كلها. نيجي بقى لتاني حاجه انا ندمانه ان انا عملتها يوم فرحي، بعد طبعا ان انا ضيعت الفوتو سيشن اللي بالنهار، ما عرفتش اخد ولا صوره واحده في الاوضه اللي كنت بجهز فيها مع الديكوريشن، ولا حتى الفستان اللي انا كنت جايباه عشان اجهز بيه، ما عرفتش يا جماعه اعمل اي حاجه خالص من الحاجات دي. تاني حاجه بقى وهي الميك اب ارتست. الميك اب ارتست يا جماعه كانت عامله لي الميك اب بتاعي في خطوبتي، وبصراحه كانت ممتازه، البنت دي شاطره جدا جدا اول حاجه. تاني حاجه بجد مواعيدها مظبوطه جدا جدا، بس للاسف هي كانت عامله لي في خطوبتي ميك اب كان تحفه. فبناء عليه انا قلت مش هغامر في فرحي واجيب حد هو ما يعرفش وشي وانا ابقى قاعده متوتره او حاجه، فانا هجيب نفس البنت اللي عملت لي في الخطوبه تعمل لي في الفرح. وده كان للاسف اسوأ حاجه انا عملتها. ليه؟ لان هي كانت مطلعاني حلوه جدا في الخطوبه، فهي تقريبا كانت داخله تحدي مع نفسها ان هي تطلعني في الفرح برضو بشكل حلو، بس يبقى اللوك مختلف تماما. فايه بقى اللي حصل؟ هي اول لما انا دخلت طبعا زي ما قلت لكم هي كانت قاعده مستنياني، اصلا اتاخرت عليها. فانا اول ما دخلت قلت لها انا عايزه اعمل، وريتها ريفرنس على الموبايل، قلت لها انا عايزه اعمل ميك اب زي كده، ولسه بقول لها وعايزه الايلاينر يكون، وهقول لها عايزاه يبقى ايه. قالت لي بس انا كنت ناويه ان احنا ما نعملش ايلاينر اصلا. فانا فهمت ان هي جايه ناويه تعمل ميك اب معين، وحتى حسيتها مش مركزه اصلا مع الميك اب اللي انا طلبته ولا اي حاجه. هي الحاجه الوحيده اللي هي ركزت معاها ان انا عايزه بينكات، حتى ما كانتش مركزه انا عايزه انهي درجه في البينك، ولا حتى مشيت على الخطوات اللي انا كنت عايزاها. وهي بتعمل لي الميك اب انا حاسه بحركه ايديها ان هي بتعمل حاجه، حاسه ان بتعمل شغل كتير، وانا عارفه ان انا مش طالبه كده خالص. بالعكس الميك اب اللي كنت طالباه كان سيمبل جدا. هبقى احط لكم برضو صوري في كل الخطوات اللي انا هحكيها لكم دي. فالمهم يا جماعه انا فتحت عيني، انا اتصدمت طبعا، مش عايزه اقول لكم انا كنت مصدومه ازاي من شكلي، وكان نفسي اقول لها امسحي لي وشي كله، بس هي البنت بجد عشان ذوق جدا فانا ما كنتش عارفه احرجها ولا اقول لها اي حاجه. ده غير ان انا كنت متاخره جدا جدا على الفوتو سيشن، خلاص الدنيا كانت ليلت، الدنيا ليل تحت. المهم فصاحبتي كانت معايا، صاحبتي التعليق اللي علقته قالت لي بصي هو حلو بس الرموش يعني
كثيفه شويه فممكن تغيريها. رحت انا بصيت، اصلا انا من كتر ما انا شايفه ان وشي كله مقرف وشي كله عايز يتمسح، فانا مش عارفه الغلط في ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. كانت عامله لي اي شادو تقيل جدا جدا جدا، هوريه لكم. واللي كانت حاطه لي رموش كانت برضو تقيله قوي، كانت رسمالي شفايفي رسمه شكلها مستفز ومكبره لي شفايفي، وانا ما بحبش اكبر شفايفي. في ناس شفايفها صغيره بيحبوا يكبروها، انا بحبها زي ما هي دوب بس بحددها وخلاص. المهم فانا لقيتها عامله لي عكس كل حاجه انا طلبتها، ده غير ان انا كنت طالبه منها بينكات روزات، لقيتها عامله لي موف. فانا في اللحظه دي والله انا كنت بنهار، انا كنت مش عايزه انزل الفرح، لان انا كمان كنت عامله فرحي حجاب كامل، فانا وشي كله عليه التركيز. يعني انا مثلا لو عاملاها لفها على ورق او حاجه انا هيبقى شكلي حلو، حتى لو حطيت حاجات بسيطه عادي هيبقى شكلي حلو، ده بيشيل ده. لكن لما تبقي عامله حجاب كامل انت وشك عليه الفوكس كله، فانا كنت مش عارفه انا ازاي هنزل بالمنظر ده. المهم حاولت طبعا تظبط لي الدنيا قدر الامكان، وقلت لها خلاص ماشي تمام انا موافقه على كده. اول ما خرجت من الاوضه، طبعا انا عشان كنت متاخره زي ما قلت لكم، فانا ما عنديش حرفيا اي اوبشن تاني، يعني انا مش عارفه اعمل ايه. فخرجت من الاوضه قلت لاصحابي اللي كانوا واقفين، قلت لهم يا جماعه اللي انا هعمله دلوقتي ده محدش يناقشني فيه. فكان معايا صاحبتي، قلت لها انت معاكي المنديل؟ قالت لي اه. قلت لها هاتي المنديل. مسكت المنديل مسحت وشي، فضلت امسح وشي، مسحت وشي كله، فضلت امسح في الاي شادو، فضلت امسح في البلاشر، فضلت امسح في الفاونديشن، مسحت بقى شفايفي اكتر حاجه مسحتها تماما. يمكن الاي شادو انا خففته قدر الامكان، كل الطبقات اللي على وشي انا خففتها قدر الامكان، لكن شفايفي انا مسحتها تماما. قلت برضو لصاحبتي انت معاكي الروج البينك بتاعك؟ قالت لي اه. قلت لها هاتيه، ورحت انا عملت روج لنفسي، وكل اللي على عيني ده واللي على وشي انا حرفيا تقريبا شلت اكتر من نص الميك اب من على وشي. فبرضو دي حاجه انا حابه ان انا احذركم منها، لو انتوا جبتوا ميك اب ارتست والميك اب ارتست كانت حلوه جدا مثلا في خطوبتكم، ما تجيبوهاش تاني في الفرح الا لو انتوا متاكدين وواثقين ان هي هتعمل اللي انتوا طلبتوه بالظبط. لان هما يا جماعه برضو بيحبوا يعلوا على نفسهم، اللي هو انا بعرف اعمل ميك اب سوفت، بعرف اعمل ميك اب تقيل، بعرف اعمل ميك اب خطوبه ومختلفه، وبعمل لوكات مختلفه، ففي الاخر هيجوا على دماغكم انتم زي ما جه على دماغي انا كده بالظبط. تالت حاجه بقى يا جماعه، اللحظه اللي انا كنت هموت عليها، وهي اللحظه بتاعت الفيرست لوك مع جوزي. انا للاسف الموضوع ده فيه شقين. اول شق ان انا معرفتش ابقى على راحتي خالص، لان انا كان في ناس موجودين وانا كنت مكسوفه جدا جدا جدا، فانا كنت طالعه كشريه شويه، وحسيت ان انا مش عارفه اخد راحتي خالص، ولا عرفت ان انا اسلم عليه، ولا عرفت اتفاعل معاه، ولا عرفت اعمل اي حاجه. فانتوا لو قدامكم الفرصه ان انتوا تعملوا الفيرست لوك دي لوحدكم، فبجد يا ريت، ده هيبقى احلى اختيار في الدنيا. انا بجد ندمانه 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 ان انا كان معايا حد وقت الفيرست لوك. طبعا وجود الناس حواليا طول اليوم كان جميل وكان حلو جدا، بس انا شخصيتي خجوله جدا، يعني بالذات في المواقف اللي زي كده. انتوا اصلا عارفين اللحظات الرومانسيه كمان عمرها ما بتتقارن باي خجل تاني على مستوى الحياه. فانا كنت مكسوفه جدا وقتها، معرفتش ولا اعبر عن مشاعري ولا اعمل اي حاجه. بجد حاسه انا كنت سخيفه شويه او كئيبه شويه في الفيرست لوك، واصلا دي حاجه عكس طبيعتي في الحياه عموما. فتخيلوا جايه في اهم لحظه في حياتي ما كنتش عارفه ادي اي رد فعل. وتاني حاجه برضو انا كنت نازله زعلانه بسبب اللي حصل لي في الميك اب، واصلا كنت وقتها مش مقتنعه بشكلي انا، برغم ان انا ظبطت شكلي الحمد لله وكان شكلي في الاخر حلو جدا، بس انا عيني ما كانتش شايفه غير المنظر اللي انا اول ما فتحت عيني بعد ما الميك اب ارتست خلصتني شفته. فانا برغم ان انا بجد عملت تعديلات كتير، انا عيني كان ثابت فيها اول منظر انا شفته ليا. فانتوا خلاص لو حصل لكم مثلا بعد الشر شكلكم مش عاجبكم وخلاص نازلين الفيرست لوك، او مثلا في اي حاجه مش الفستان مثلا في حاجه مش مظبوطه، الطرحه، شعرك، اي حاجه مش مظبوطه، فانتوا حاولوا، انا عارفه الموضوع صعب بس حاولوا تسيطروا على مشاعركم
وحاولوا تعرفوا تتبسطوا بالفيرست لوك، لان انا الحمد لله انا بصوا بقى اركنوا كل اللي عدى ده على جنب، انا الحمد لله بفضل ربنا انا فرحي كان جميل جدا جدا جدا، وكل الحاجات اللي زعلتني دي بجد ربنا عوضني عنها من قلبي في الفرح. فانتوا يوم فرحكم ده عيشوا اللحظه بلحظتها، يعني خلاص حصل موقف زعلني عرفت اعالجه ما عرفتش اعالجه، انا في الفيرست لوك لا هبقى مبسوطه، في الدخله بتاعه الفرح لا هبقى مبسوطه، هبقى بضحك، ادخل في المود، لان يا جماعه بجد اليوم ده بيبقى حلو قوي وبيعدي هوا كده، وهتفضلي طول حياتك عايشه على ذكرى اليوم ده، فمفيش اي حاجه تستاهل ان انت تطلعي في اي صوره ليكي او اي فيديو ليكي، وحتى بغض النظر عن التصوير انت من قلبك كده حاولي تبقي مبسوطه في كل لحظه في كل وقت يعدي عليكي اليوم ده بالذات. اقول لكم بقى حاجه ندمت عليها، بس دي مش في الفرح، دي ساعه الخطوبه، ودي بجد اكتر حاجه عكننتني ساعه الخطوبه، وهي يا جماعه ان الولد بتاعي الدي جي بجد كان سيء جدا 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 جدا. الاغاني بجد كانت وحشه بشكل مش طبيعي، وقفل لي اليوم بصراحه، وما شغلش كده غير كام اغنيه حلوين، باقي الاغاني وحشه قوي، وما كناش اصلا عارفين ندخل في المود بسببه. فالشخص اللي هيبقى ماسك الدي جي ده انتوا اكدوا عليه 100 مره ان هو يشغل لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها، وتدوا له فلاشه كده عليها الاغاني اللي انتوا عايزينها، لاني مش قادره اقول لكم ساعه فرحي الحمد لله الدي جي كان بجد مشغل اغاني كانت تحفه، وكنا مبسوطين من قلبنا انا وجوزي واهلنا واصحابنا وكل اللي كانوا موجودين، بجد كانوا مبسوطين لان فعلا كان عامل ميكس اغاني خطير. فبجد ده دخلنا في حته تانية، بجد كان مهيبرنا هيبره مش عاديه. فالدي جي بيفرق جدا، اكدوا على الدي جي 100 مره ان هو يلتزم بالاغاني بالفلاشه اللي انتوا هتدوها له. وانا كده خلصت اكتر حاجات ندمت عليها يوم فرحي، والحمد لله ما ندمتش بقى على حاجات اكتر من كده، يعني كفايه اللي حصل لي ده. فلو انتوا عايزين اعمل لكم فيديو تاني من الحاجات اللي ما ندمتش ان انا عملتها يوم فرحي، وحاجات مبسوطه جدا وساعدتني وسهلت عليا كتير، قولوا لي في الكومنتس واعمل لكم بارت 2.